ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ اول حاجه بس احب اشكر الناس اللي عملت لي فولو، ميرسي كتير. واحب اقول للناس اللي سمعتني بقى وكده، انا عايزه اقول لكم حاجه بس. طب انتوا ليه مش بتقولوا لي كومنت يعني تشجعوني بيه؟ قولوا لي لا انت في حاجه غلط، انت مش عارف ايه. انتوا ما فيش اي حاجه خالص، ولا ايجابيين ولا سلبيين نهائي. المهم ميرسي برضه عشان سمعتوني. عايزة بس النهاردة اتكلم على موضوع كده هو غريب شوية وطويل شويتين، ومعظم افكاره ممكن تكونوا سمعتوها مني او سمعتوها من حد تاني كده يعني. بس هو موضوع بصراحة يعني لازم نتكلم فيه، ولازم نواجه الحقيقة المرة اللي احنا بنمر بيها يعني. آم، اولا سوري علشان لما بتلخبط في الكلام وكده. عايزة اتكلم النهاردة عن اخر صيحات الموضة اللي في مجالات حياتنا زي ما العنوان بيقول يعني. بس هو مش حكاية موضة، احنا ممكن نقول اكتر حاجات شائعة موجودة في كذا حاجة موجودة عندنا في بلدنا. مثلا في الشارع، في لبس البنات، في لبس الصبيان، في الكاركتر بتاعت الصبيان عموما، في الكاركتر بتاعت البنات عموما. على فيسبوك، على تويتر، على اسك. انا اتكلمت على فيسبوك وتويتر واسك في يعني تراك لوحده. بس برضو حبيت ان انا اتكلم في الموضوع تاني. يمكن اكون هقول افكار جديدة، وعشان كمان ادخلهم تبع الموضة اللي احنا ماشيين فيها، لان هي فعلا بقت شبه الموضة. يعني زي ما تكون الفاشن بتاعت كل حاجة، زي ما البنات بتلبس حاجات نيو فاشن علشان تجدد نفسها، برضو بتحصل فاشنز بالهبل على كل حاجة في حياتنا. وبما اني بحب ابدأ بالفيسبوك دايما، فاحنا نبدأ بقى بالفاشن بتاعت الفيسبوك. هو الموضوع كبير يا جماعة، موضوع كبير كبير يعني، مش كبير من حيث التفكير بس، هو كبير من حيث البوينتس اللي فيه، لان البوينتس اللي فيه بالهبل. على فيسبوك كلمت على الحوار بتاع الصور الصفراء قبل كده، اللي هو انا لحد دلوقتي لسه مش فاهمه اللغز بتاعها برضو، ونفسي حد يفهمها لي. وان هي منتشره بطريقه غبيه بقى، وتلاقي كل الناس برضو عماله تاخدها وتحطها عندها، تاخدها وتحطها من عندها يعني، حتى لو هم مش فاهمين هي ايه اصلا. وتاني حاجة البيجز بتاعت السياسة والكلام في السياسة عموما. ده كل الناس اللي على فيسبوك بقت بتتكلم في السياسة، أقلية قليلة اللي دلوقتي ما بتتكلمش فيها، وناس قليلة برضو اللي ما بتدخلش بقى تشتم على البيجز ومش عارف ايه. ده برضو حاجة منتشرة جدا، ممكن نقول ان هي فاشن موجودة دلوقتي حاليا. تاني حاجة بقى الفوتوغرافرز. طبعا احنا كلنا عارفين المأساة ديت، و6000 مليون واحد اتكلم على الحوار دوت، وان ناس بالهبل عاملة بيجز فوتوغرافي ومش عارف ايه. سوري. ان ناس بالهبل عاملة بيجز فوتوغرافرز وكده، ومبهدلين الدنيا يعني، وهم اصلا فلاحين وما بيفهموش اي حاجة يعني. سوري لكل الفوتوغرافرز اللي ممكن يسمعونا، بس بجد في ناس فيكم فلاحين جدا. يعني خسارة فيهم ان البيج ديت يتعمل لها لايك. بيبقوا مجرد ان هما بيصوروا. طب ما انا ممكن اصور بكامل موبايلي واصور احسن منك اصلا يعني، فاللي هو ملوش لازمه يعني. كل اللي معاه فلوس يروح يشتري كام بروفيشنال، او حتى لو معهوش بيجمع ويروح يشتري كام بروفيشنال، ويروح عامل يطلب مودلز، وبعد كده يقوم جاي عامل بيج. لا، يعمل بيج الاول، بعد كده يطلب مودلز، وبعد ما يطلب المودلز يطلب فيهم بنات كتير، ويروح معاهم ويخرجوا ومش عارف ايه ويتصوروا، وبعد كده يروح يحطهم على الفيسبوك. ده انت حتى ما بتعملش اديتنج. انت عارف الفوتوغرافر دوت اللي هو فوتوغرافر عارف بياخد قد ايه دراسة اصلا علشان يبقى حاجة بروفيشنال جدا علشان يستحق الكام اللي هو ماسكها. المهم وات ايفر، مش موضوعنا يعني. المهم ان ديت بقت موضة شائعة جدا ما بيننا على الفيسبوك يعني. نتكلم بقى على المودلز، البنات او الصبيان يعني. الصبيان او البنات احنا هنتكلم على اللبس بتاعهم قدام يعني، لسه قدام. بس احب اقول له يعني، انتوا عارفين برضو المودلز دول بتبقى المقومات بتاعتهم ايه بالظبط يعني، علشان ان هم يبقوا مودلز وكده شبه المودلز بتوع بره في امريكا
وفي انجلند وفي كل حته. يعني انتوا مقدرين حجم المأساة اللي احنا ممكن بنشوفها؟ انتوا مش حاسين صح؟ يعني انا شايفه برضو ان ملوش لازمه ان واحده علشان اتصورت لها كام صوره بكام بروفيشنال بقالنا موديل مش عارف ايه، وتلاقي بقى كل الناس مسيطرها على اساس ان هي موديل اوبا يعني. والله يعني كنت عايزه اقول كده، يعني هو اللي معاه قرش محيره يجيب كام ويصور بيها يعني، او ممكن بمعنى اصح علشان تبقى لايقه اللي عنده موديل محيره يجيب كام ويصوره. احنا ممكن نقولها بكده، يعني ممكن في صبيان عشان يتقربوا من البنات بنات موديلز وكده اللي هم شايفين نفسيهم موديلز، يوم جاي رايح محوش ويطلع عين اهله علشان يروح يجيب كام بروفيشنال جاست علشان هو يصورها. يعني انتوا ناس تافهه قوي بصراحه، يعني سوري ليكوا بس انتوا ناس تافهه. نتكلم بقى على صور البروفايلز، اوعى بقى والحوار بتاع السيلفي بقى وكده. تلاقي بقى البنوتة الحلوة اللذيذة ماسكة الكام وبتصور نفسها وهي ضاربة موز. طيب ماشي وبعدين بعد ما صورتي نفسك بالبوز وحطيتيها على فيسبوك وحطيتيها بروفايل بيكتشر ولقيتي الصبيان بقى داخلة وموزة ومش موزة، كسبتي ايه انتي دلوقتي؟ ده كده السيلفي بالبوز، وفي سيلفي من غير بوز، وفي صور عادية ببوز. فاللي هو احنا عندنا تنوع، يعني بنحب ان احنا يبقى عندنا تنوع في كل مجالات حياتنا ما شاء الله. ديت برضو موضة طالعة فظيعة جدا. وتلاقي بقى البنات لابسة حاجات غريبة كده هوت وتتصور بيها، ممكن تكون اصلا قاعدة في بيتها ومتصورة في حتة نظيفة عندها وتقولك مثلا انا كنت ايه في مش عارفة البيرث داي بتاع مين ومش عارف كان يوم مش عارف ايه هو الحوارات ديت يعني. بس ملناش دعوة. المهم ان هي كانت طالعة موضة حوارات البروفايل بيكتشرز اللي هي السيلفي والبوز وكده. يعني كل البنات كانت بتعمل بوز ديت، كانت فترة طلعت وبعد كده اعتقد ان هي خلصت دلوقتي. في دلوقتي الموضة بتاعت القصة، لو تعمل القصة كده وتمسكها بايديها وتتصور بيها. وحكاية التصوير في مراية الحمام دي برضو حاجة فظيعة جدا. مراية الحمام بتاعت البيت او ممكن بتاعت كنتاكي مثلا، راحت كنتاكي فتتصور في المراية، راحت بيتزا هات فتتصور في المراية، راحت ماكدونالدز فتتصور في المراية وتروح تحطهم عندها على الفيسبوك تقول the best day in my life. ماشي يا حبيبتي ماشي. انا عموما كمان الانتقادات اللي انا هقولها برضو انا عن نفسي علشان ابقى صريحة، انا في حاجات انا بعملها. يعني الحوار بتاع الصورة بتاعت الحمام انا مرة عملتها، وحوار البوز برضو عملته قبل كده بس بصراحة ما حطيتهوش على فيسبوك لان شكلي بيبقى وحش جدا. المهم ما ملناش دعوة. المهم برضو ان انا مش بنتقد الناس بس انا كمان بنتقد نفسي انا عموما. يعني انا شايفه ان في حاجات فعلا تافهه جدا انا بعملها، وفي حاجات تافهه جدا عامه الشعب بيعملها. نتكلم بقى بعديها على الحوار بتاع البيجز العاديه والبنات اللي تدخل تتمحنن والصبيان اللي يدخلوا بقى يتمحننوا برضو عليهم. انا بدل ما اقول الكلمه التانية عشان الكلمه التانية ديت مش عجباني جدا، يعني كلمه ملهاش اي 30 لازمه يعني. المهم حكايه المحنه ديت، يعني مثلا احنا كلنا طبعا عارفين الحوار دوت لان 6000 واحد برضو اتكلم فيه. تلاقي بنت داخله تضحك مثلا، البوست مضحك فهي تدخل تعمل ها. طيب تلاقي ولد على الريبلاي ضحكتك حلوه قوي ممكن اعمل لك اد. ايه طب انت راضي عن نفسك؟ هتقابل ربنا ازاي باللي انت قلته ده؟ المهم برضو ان ديت برضو موضة فظيعة جدا احنا شايفينها، يعني ان كل الناس بتعمل كده، او بلاش نقول مش كل الصبيان، يعني معظم الصبيان بيعملوا كده. وبيتقلس عليهم بالهبل والبنات بتستحقرهم جدا، الا البنات برضو المتمحننه قوي اللي هي طيب ماشي اوكي ويتكلموا بقى ومش عارف ايه. انتوا هتموتوا محنه اوفر دوز على فكره يا جماعه.
بس نيجي بقى للحوار اللي بعديه بقى. لو بتحب محمد مرسي اعمل لايك اند كومنت. انا مش عارف مين اتحداني ان انا اجمع كام لايك علشان مش عارف مين. لو بتحب السيسي ادخل اعمل لايك وكومنت. يا جماعه احنا البيج بتاعتنا هتتقفل، احنا عايزين لايك، عايزين لايكس كتير وكومنتس كتير. برضو في ايه تاني؟ انا واحد يهودي اتحداني ان انا اجمع 1000 لايك للاسلام، او جمعني اتحداني ان انا اجمع 1000 لايك لايه مثلا، لاي حاجه بقى، لاي حاجه مثلا، حتى لو كانت حاجه اسلاميه مثلا المصحف مش عارف ايه. اتحداني ان انا اعمل ان انا اجمع كام معرفش كام لايك للمصحف دوت. بس المهم ان الحوار دوت فكسان قوي يعني بصراحه. يا جماعه احنا شعب بصراحه غلبان وبيضحك علينا بسرعه، وبالذات تحت اسم الدين يعني. بس انا شايفه ان كل ده اشتغالات اصلا، وطلعت موضه علشان انه جست ان هو يشهر البيج بتاعته مش اكتر، ان هو غريزتك الدينيه اللي جواك تخليك ان انت تدخل تعمل لايك، فلما انت تعمل لايك هيبان عند حد تاني فهيعمل لايك كده يعني، وهكذا لغايه ما البيج تجمع كميه لايكس فظيعه. بعديها بقى الحوار بتاع حلقة مش عارف مين اللي اتمنعت من العرض، اغنية مش عارف ايه اللي اتمنعت من العرض، وتطلع في الاخر فيك، ويطلع الحوار فاكسان جدا، ويطلع الحوار ملهوش اي اصل اساسا، وتفضل انت يا عيني عليك تفضل تعمل لايك 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 ل 6000 بيج هم حاطينها يقولوا لك اعمل عليها لايك علشان تشوف الفيديو، وفي الاخر برضو ما تلاقيش فيديو وتحس انك اتضحك عليك مثلا. ايه يعني برضو كان في رامز قلب الاسد، مش عارفه مين نط عليه الاسد تتفرج على الحلقه علشان اتمنعت من العرض. باسم يوسف السنه دي، باسم يوسف في رامز عنخ امون، وبعد كده برضو تدخل وما تلاقيش اي حاجه. ففي ناس عرفت الحوار دوت، وفي ناس لسه ما عرفتوش ولسه بتعمل شير ولسه بتعمل لايك ومش عارف ايه وكده. والصور بتاعت الفضايح ديت بقى مش عارف ايه الفستان الذي اثار جدل جماهير مش عارفه مين، مثلا هيفاء وهبي او اليسا او وات ايفر هي مين، مش عارفه صور معرفش مين مع مين التي اثارت جدل الجميع. طب يا جماعه انا مالي انا يعني، احنا مالنا هي اثارت جدلهم، احنا مش من الجماهير بتاعتهم. وتطلع برضو ما فيش صور في الاخر. اتفرج على صور فضايح عيد ميلاد منى فضالي، كسبت ايه برضو من اللي انت عملته دوت؟ والناس تفضل تنشر بقى وتطلع برضو تحس انها حاجه منتشره قوي برضو ديت موضه. وفي برضو ايه تاني، في الاكونتس بتاعت الفيمس فورمز بقى اللي موجودين في المجتمع كله. تلاقي مليون اكونت لاحمد عز، مليون اكونت لهيفاء وهبي، مليون اكونت لإليسا، مليون اكونت لاحمد السقا، مليون اكونت حتى لبتوع الاخوان او حتى للشيوخ. طب ايه يا جماعه يعني؟ انا مره شفت اكتر من بتاع 20 اكونت لمحمد بديع. ايه الحلاوه في الموضوع علشان تعملوا له اكونت لوحده؟ مش فاهماكم. وكل واحد فيهم يقول ان دوت الاكونت بتاعه. طب افرض انا دلوقتي مثلا عملت اد مثلا لحد من بتوع الكوره او مش عارف ايه، قلت انا عايزه اشوفك، طب انت ايه اقرب حته انت هتروح فيها؟ اروح انا الحته الفلانيه والاقيك انت مش موجود، او اشوفك وبعد كده اجي اكلمك على فيسبوك الاقيك مش انت؟ هيبقى منظرك عامل ازاي؟ اصلا منظرك هيبقى وحش جدا. فاللي هو ملهوش اي لازمه اصلا يا جماعه ان انتوا بتعملوه دوت، وطبعا منتشره بطريقه فظيعه. حتى بتوع عرب ايدل، حتى بتوع عرب جاد تالنت، كل حته برضو تلاقي حتى من قبل ما البروجرام يخلص تلاقي 6000 اكونت ل 6000 واحد فيهم.